قال تعالى: وربك فكبر، أي وربك فعظم. والله يا إخواني ما أحوجنا إلى هذه الآية في هذا الزمان، ما أحوجنا إلى أن نقدر الله تعالى حق قدره، ما أحوجنا إلى أن نعظم الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الكرام، علقوا قلوبكم بالله وفوضوا أموركم إليه سبحانه وتعالى. يا كل مكلوم ويا كل مظلوم ويا كل متألم ويا كل حزين ويا كل حزين ويا من داهمته البلايا واقتحمته الآلام، فوض أمورك كلها إلى الله وأحسن الظن بالله جل وعلا واستعن به وعظمه سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ففوض أمرك إلى الله وقدره حق قدره واستعن به وتوكل عليه وكن صادقا في اللجوء إليه، وفوض أمورك له وانسى البشر، فالبشر لا نفعونا ولا كفوا عنا أذاهم. البشر لا نفعونا ولا كفوا عنا أذاهم إلا القليل، إلا القليل. فالجأ إلى رب البشر وتوكل عليه وفوض أمورك إليه وعلق قلبك به، ستجد الفرج القريب إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.